نظري الكلام اللي قاله المستشار محمد فؤاد في الأول، وقال أن هناك نخبة تجور ونخبة أخرى تجور ونخبة تجور، فلفت نظري حكاية الجر والمجهود. فلأنه بالفعل يعني فحبيت إن أنا أكتب في العلاقة بين النخبة والجماهير فيما أسميته بنحو التغيير. نحو التغيير هنا يعني علم نحو التغيير، مش نحو التغيير كمان. نحو يعني والنحو النحو وهي تمشي نحو التغيير برضه. فهي المسألة بتدور ما بين هذا الإطار اللي احنا عاوزين نتكلم فيه. أنا بيتهيألي العالم هو رأس النخبة، يعني شيء ما بين لازم نقول الكلام ده. أي شيء تاني ما أشار إليه الدكتور بيومي في هذا الإطار كان شيء مهم جدا، بيتكلم إزاي النخبة بتتسرق بالقوة بالعسكر، إزاي العسكر بيسرقوا النخبة الحقيقية اللي هي النخبة التي تقود الفكر، النخبة التي تقود الرأي، من أهل الخبرة، من أهل العلم والفكر، ومن أهل الدين والقيمة. إذا نحن أمام فعلا معادلة ومفاصلة إحنا عاوزين نشوف لها حل. العسكر دايما ينطوا ويستطيعوا إن هم يسيطروا على مساحات النخبة الحقيقية، ثم بعد ذلك مساحات السلطة، وبعد كده بيطردوا كل نخبة يمكن أن يحتمل أنها تقوم بعملية تغيير حقيقي. ده مسألة مهمة لأن هم لهم مكان معين، لهم محل من الإعراب. المحل من الإعراب إنه هم يبقوا موجودين في مكانهم مش خارج مكانهم، بمعنى العلاقات المدنية العسكرية. دي النقطة الأولانية، لأنه أنا شاعر إنه ما يحدث الآن أكثر من مسألة في الجولة الثانية للانتخابات. ما يحدث الآن انقلاب ناعم يقوده العسكر بواجهة شفيق تحت مظلة وغطاء يسمى شرعية انتخابية. هذه مسألة مهمة جدا. لو انتوا عاوزين تفهموا غير كده أنا بقول لكم إن ده اللي بيحصل الآن على الأرض. نصف الدولة سلمت لشفيق في المرحلة الانتخابية الأولى، والنصف الثاني يسلم الآن. نص الدولة الثاني بيتسلم الآن بالأجهزة الأمنية، بالأجهزة الإدارية، بالأجهزة بإدارات الشباب، بالمحليات، بالعمد. يعني أنا بس بقول لكم إيه بالظبط اللي بيحصل على الأرض، هو ده اللي بيحصل على الأرض، بتسلم له يدا بيد. علشان كده إحنا أمام انقلاب ناعم زي ما حصل التزوير أو التزييف الناعم في مواجهة التزوير الصادم. التزوير الصادم ده كان غبي. سهل إن أنت تقول التزوير الصادم ده شفناه في انتخابات 2010، لكن التزييف الناعم اللي احنا شفناه ده له طاقم انتخابي، الناس مش قادره تتكلم والكلام ده، ولذلك انا بقول ده عمل اكبر من الاجهزه في مصر. امر مؤكد، انا مش بتاع مؤامره والله، لكن انا بقول لكم هذا عمل اكبر من هذه الاجهزه في مصر، وتخطيط اكبر من هذه الاجهزه في مصر. ده تخطيط كبير جدا اتعمل، اترتب له بشكل معين، وهي الخطة التي تنفذ الآن، لأنه العسكري لا يقبل إطلاقا إنه خاصة خبرته مع المدنيين كانت كلها قلة قيمة بالنسبة له. عشان أقول لكم جزء منه تفتيت الصوت الإسلامي، وهو بيعاقبنا بالعربي كده. العسكري بيعاقب كل مدني في هذا البلد على إنه قال في يوم من الأيام يسقط حكم العسكر. هي دي المسألة اللي أنا بس عاوز نقف عندها، لأنه هو ده المعنى. الانقلاب فيه انقلاب دولة
من غير دولة، وانتخابات تزييف ولكن من غير تزوير صادق، تزييف ناعم من غير تزوير صادق. المسألة دي بتخلينا نقول إنه إيه هو بقى المسألة التي تتعلق ب يعني النخبة. النخبة تأتي من اسمها ومن اللفظة العربية التي اختيرت من أجلها. النخبة دي لازم تكون هي أرقى ما في هذا المجموع. النخبة هي جاية من الانتخاب، والانتخاب مسألة مهمة جدا في الإطار ده. والنخبة مش بس بتنتخب نفسها، لازم تكون معبرة عما تنتخب منه وله، ودي مسألة مهمة جدا، هي دي النخبة. والكلمة الثانية اللي استخدمت في لغة العرب التعبير عن ذلك هي الصفوة. والصفوة برضه نوع من الاصطفاء والانتقاء بمعايير ومثل هذه الأشياء. ولذلك النخب هنا، يعني أنا في مرة دكتور محمد سيد سعيد كان كتب النخب العربية هل هي موجودة؟ فأنا كتبت برد عليه في مرة رحمة الله عليه، كان وبقول له النخب ليست نخبا. النخب اللي موجودة دي مش نخب، دول عصابات. يعني في فرق بين النخبة التي تعبر عن انعكاس ورأي هذه الجماهير أتت من تربتهم لتعمل من أجلهم، وفي فرق بين عصابة بتتحكم علشان تحكم الجماهير كلها بشكل من أشكال بما يسمى النحو بقى بتاع الاستبداد والفساد والكلام ده نحو برضه، نحو له قواعد. يعني نحو وله قواعد. فعلشان كده أنا بقول النخبة هنا للأسف الشديد أنها بتلعب دور الجار والمجرور زي ما قال الدكتور محمد. النخبة بتلعب دور اللي مسماه نخبة، أنا هنا علشان بس ما يبقاش النخبة المسماه نخبة جزء منها يلعب دور النصب السياسي. نصب لما بنقول المفعول به منصوب فهي بتعمل نوع من النصب السياسي. النخب بتقوم بخطاب وبتقوم بسياسات ممنوعة من الصرف للأسف الشديد. صحيح، لأنها لا تقوم إطلاقا بأي عمل حقيقي يتعلق بهؤلاء الناس يتصرف عند الناس. مش ممكن أبدا، ما ينفعش. النخبة دي لازم تحتاج إيه اللي ينصرف عند الناس علشان تحققه، فتستطيع أن ترتبط بالناس ويرتبط الناس بها. النخب للأسف الشديد تلعب الآن دور الفاعل المرفوع ويجب أن يكون مخفوضا. مع صحيح، لأنه للأسف الشديد هي بيلعب دور المرفوع ولكن في حقيقة الأمر هو مخفوض.